ايه الأسباب اللي تخلي يوجين أو في قول آخر فلان رايدر يقدر يكتسح قلوب كل البنات ويضرب أمراء ديزني المحنكين بالجزمة؟ أول حاجة، مش الأوسم ولا الأحلى، ولكنه عبارة عن كاريزما متحركة. رغم إنه عارف إنه كاريزما متحركة، لما حاول يغري رابنزل لمدة 5 ثواني وفشل، ما وحش ونفذ اللي هي عاوزاه. تاني حاجة، باد بوي أنيق لابس كاجوال، مش بليزر ملكي مدفي رقبته. تالت حاجة، واضح وصريح وبيقول للأعور انت أعور في عينه. كان ممكن يعمل هدنة مع الحصان لما رابنزل طلبت منه كده، بس هو فضل ثابت على رأيه. حيلك ده حصان وحش قوي. رابع حاجة، قريب من رابنزل في السن، يعني ما عندوش بيدوفيليا. خامس حاجة، محدد أهدافه، ما بيحبش يزوقها عشان خاطر يرضي حد رغم إنها أهداف مادية. أنا أحلامي مش رايقة، مش زيكم في الحقيقة، بتمنى أعيش حياة أتمتع بيها، أشتري لي جزيرة بعيد لا وأعيش فيها وحيد، حواليا جبال فلوس أتمرغ فيها. سادس حاجة، رغم انه انطوائي وكان عايز يعيش مع نفسه في جزيرة بعيد مع فلوسه يتمتع بيها، لما حب رابنزل غير فكرته وعاش معاها في القصر اللي مليان ناس. سابع حاجة، بيعترف من أول قلم. يوجين ماشي، أنا اللي ألحيت. تامن حاجة، هو الشخص الوحيد في العالم كله اللي السكسوكة لايقة عليه. 9، رغم انه حرامي ولكنه كان محدد لنفسه قدوة يقتدي بيها ويمشي على نهجها، فلان رايدر الوسيم المحبوب اللي البنات كلها بتحبه. 10، لما رابنزل طلبت منه ان هو يوريها المصابيح، كان ممكن يوريها المصابيح من بعيد وخلاص ويخلص نفسه يعني، بس هو ما عملش كده، بالعكس هو صرف وكلف وأجر لها مركب واشترى الماكسيمس كمان تفاح. 11، ما اتكسفش يبين خوفه قدام رابنزل، بالعكس أحباله الصوتية كانت هتتقطع لما شاف شعرها بينور وبيشفي الجروح. 12، ضحى بنفسه عشان خاطرها وراح اداهم التاج عشان يسيبوها. واجه جوثل القادرة رغم انه عرفها من يومين بس، ناضج بما يكفي عشان يعرف يحدد مشاعره، مش زي الحلوف اللي لا يبالي اللي انت بتكرشي عليه من 7 سنين. 13، شاطر وقوي لوحده، يعني ما عندوش قرد يساعده زي علاء الدين، ولا ابوه كان زيوس زي هراك. 14، يتيم وتربى في ملجأ، رغم ده ما كانش عايش دور الضحية، لا كان فرفوش وبيقرأ الأطفال الملجأ قصص عن فلان رايدر. 15، بيحب الشعر البني، مش بيجري ولا أي واحدة شعرها أصفر. 16، رابنزل كانت حلمه الجديد. 17، عشان أنا بحبه بصراحة، وانتوا بقى بتحبوه ولا ايه؟ اكتبوا لنا في الكومنتات ذا لايون كينج أو الأسد الملك. كان يا مكان في يوم من الأيام اتولد أمير، بس أمير ما كانش عادي، كان أمير أسد. في اليوم ده الحيوانات كلهم اتجمعوا عند صخرة العزة، وفجأة الحيوانات كلهم سمعوا صوت عالي جاي من فوق من عند صخرة العزة، وفي حد بيعلي صوته وبيقول اهو الأمير الصغير اهو. وفضلوا يهللوا ويعلوا صوتهم علشان يستقبلوا الأمير الصغير الجديد، واللي كان اسمه سيمبا ملك المستقبل. وده كان صاحبنا القرد العجوز الحكيم في الغابة واللي اسمه رفيقي. وفي مشهد جميل فجأة السحاب اتحرك ونزلت أشعة الشمس فوق ملك المستقبل، وبالراحة واحدة واحدة رفيقي نزل سيمبا ورجعه تاني لمامته وباباه اللي هما الملك مفاسا والملكة سرابي. سيمبا بقى كان عنده عم، وعمه ده كان اسمه سكار، بس للأسف سكار ما كانش بيحب سيمبا أبدا وكان عايز ياخد منه الحكم، وعلشان كده كان متضايق يوم ولادة سيمبا وما حضرش حفلة استقبال سيمبا مع الحيوانات. وبمرور الوقت سيمبا الصغير بدأ يكبر، وكل يوم بابا
اللي هو الملك مفاسا بيعلمه دروس علشان يبقى ملك حكيم. وفي يوم من الأيام الملك مفاسا أخد ابنه سيمبا علشان يوريه المملكة بتاعتهم، وبعدين قال لسيمبا أنا عايز أنصحك نصيحة أبوية. سيمبا، عايز أقولك حاجة قالها لي مرة أبويا، افتكر دايما إن الملك الناجح والحكيم لازم يحترم كل المخلوقات اللي حواليه، عشان احنا كلنا بنعيش مع بعض في دورة الحياة، كلنا بنكمل بعض. بعد ما سيمبا خلص يومه مع بابا راح يقابل عمو سكار شوية ويقعد معاه. عمو سكار، مش أنا هبقى ملك على أرض العزة؟ يا فرحتي، هو أنا لما أبقى ملك أنت هتبقى إيه؟ هبقى طيشة. بابا وراني المملكة اللي هحكمها دي كلها. ها، باباك وراك المملكة كلها؟ كل حاجة، حتى الضلمة اللي برا الحدود الشمالية؟ قال لا، وقال لي إياك تروح هناك. طبعا عنده حق، مكان زي ده ما يروحوش غير الأسود الشجعان. ما أنا شجاع، في إيه هناك؟ اعذرني، ما أقدرش أقولك. ليه لأ؟ سيمبا، أنا كده بحافظ على ابن أخويا. صح، ده أنا ابن أخوك الوحيد، وده سبب كافي علشان أخاف عليك. مقبرة الأفيال مش مكان. مقبرة إيه؟ ياه! خرج سيمبا من عند عمو سكار جري على أقرب صاحبة ليه واللي كان اسمها نالا، وحكى لها على كل اللي حصل عند عمو سكار. رغم ان سيمبا عارف ان اللي هيعمله ده غلط، بس قرر ان هو يروح يزور مقبرة الأفيال. بس اللي سيمبا ما كانش يعرفه ان عمو سكار أمر 3 ضباع ان هما يروحوا برضو مقبرة الأفيال. سكار كان عايزهم يقتلوا سيمبا ونالا، ودي كانت خطته الشريرة علشان يستولى على مملكة مفاسا. سيمبا أخد نالا وراحوا المكان الممنوع، وأخيرا وصلوا. وأول ما وصلوا لقوا قدامهم مجموعة كبيرة من الهياكل العظمية لأفيال ميتة. وهنا سيمبا عرف إن هم وصلوا. ومخبيش عليكم، نالا كان باين عليها الخوف، وسألته هو احنا فين يا سيمبا؟ سيمبا قال لها مقبرة الأفيال. وكان لسه سيمبا بيحاول يدور في المكان ويتفسح كده ويدخل جوه الجماجم. بعد كده زازو قال لهم بلهجة كلها رعب يا جماعة احنا لازم نمشي، كلنا في خطر حقيقي. زازو ده هو المستشار الشخصي بتاع مفاسا أبو سيمبا، بس للأسف الأوان كان فات ووقعوا في فخ الضباع، والضباع حوطتهم من كل مكان، ولعبهم كان بيسيل عليهم عشان عايزين ياكلوهم. وهنا سيمبا حاول يحمي صحابه، فحاول ياخد نفس عميق ويحاول يزقر زي الأسود الكبيرة، وكل ما يجي يزمجر يا حلاوتك مرة كمان. وأخيرا سيمبا أخد نفس عميق وكان لسه بدأ يزمجر، الضباع اترعبوا وفجأة لقوا مفاسا قدامهم، وفضلوا يجروا ويصرخوا علشان هم بيترعبوا من مفاسا. مفاسا أمر زازو إن هو يروح نالا البيت. سيمبا، أنا خاب أمل فيك. عارف كان ممكن تروح فيها، انت تعمدت تعص امري، والأدهى انك عرضت نالا للخطر. انا كان قصدي ابقى شجاع زيك. انا ببقى شجاع لما تحكمني الظروف. سيمبا، الشجاعة مش انك تدور على المشاكل. بس انت ما بتخافش من حاجة. النهاردة خفت. صحيح؟ ايوه، لما حسيت اني ممكن افيدك. يظهر الملوك كمان بيخافوا ها؟ في الليلة دي القمر كان منور والنجوم في السماء كانت زي اللؤلؤ. في اللحظة دي وقف مفاسا وقال لسيمبا أنا عايزك تبص في السماء، بص للنجوم، عايزك تتخيل إن ملوك الماضي العظماء بيبصوا عليك من فوق، ولازم تذكر إنهم هيفضلوا دايما معاك ومراقبينك علشان يساعدوك في حياتك. وأنا كمان لو مت يا سيمبا هبقى ببص عليك من فوق وبساعدك. سيمبا هز راسه وقال لي بابا سأتذكر، هفتكر. في نفس الوقت سكار كان بيفكر لهم في مشكلة علشان يتخلص من مفاسا وسيمبا في نفس الوقت. في اليوم التاني سكار أخد سيمبا لمكان ضيق بين الجبال،
وطلب منه إن هو يستنى باباه علشان باباه محضر له مفاجأة كبيرة. سيمبا عمل كده فعلا وكان متحمس قوي للمفاجأة. في نفس الوقت اللي كانت فيه الضباع بتجري ورا قطيع من البقر علشان يتجهوا في المكان اللي واقف فيه سيمبا بين الجبال، وبكده يبقى سيمبا قدام قطيع البقر، فموفاسا يحاول ينقذه، فقطيع البقر يعدي عليهم هما الاتنين ويموتوا، وبكده سكار يكون حقق الحاجة اللي في دماغه ويستولى على المملكة كلها. بس اللي حصل كالآتي: موفاسا فعلا شاف سيمبا وحاول يطمنه. موفاسا راح الممر الضيق اللي بين الجبلين وأنقذ ابنه، بس للأسف معرفش ينقذ نفسه، وقع واتشعلق على صخرة، بس هو كان شايف قدامه أخوه سكار فاطمن لأن هو أكيد أخوه هينقذه، بس اللي هو ما يعرفوش إن أخوه هو اللي عمل له كل الفخ ده. موفاسا لما حاول يستنجد بيه سكار زقه من فوق الصخرة. لما قطيع البقر عدى خلاص من الحتة دي، سيمبا جري على باباه وحاول يفوقه، يزقه مرة واتنين، موفاسا ما بيتحركش. سيمبا بدأ يعيط. في الوقت ده عمو سكار شافه. سيمبا، ايه اللي عملته ده؟ موفاسا مات بسببك، انت قتلت باباك. اهرب يا سيمبا واوعى ترجع هنا تاني ابدا. في الوقت اللي كان سكار بيحتفل فيه بالعرش فوق صخرة العزة، سيمبا هرب وهو حاسس بالذنب والتعب والخوف والجوع والعطش والوحدة، وأغمى عليه. وأخيرا فتح سيمبا عينه ولقى في وشه شخصين كان اسمهم تيمون وبومبا. كانوا خايفين عليه قوي لدرجة ان هم شربوه مية لان هو كان باين عليه العطش. كنت هتموت واحنا انقذناك. شكرا، بس خلاص مفيش داعي، يا ريتكم كنت سبتوني اموت. ياه، ده حالته صعبة قوي. ارمي الماضي ورا ظهرك يا ابني، حكونا مطاطا يعني اضربها طبنجة. فكر سيمبا شوية لانه كان متردد، بعد كده وافق ان هو يبقى مع اصحابه الجداد في الغابة. بعد سنين كتير القرد صاحبنا رفيقي بص على صورة مرسومة على الحيطة لأسد صغير وابتسم كده وقال جه الوقت. في اليوم اللي بعده بالظبط سيمبا أنقذ بومبا من أسد بنت كانت جعانة، بس اللي ما كانش متوقع سيمبا إن الأسدة البنت دي طلعت نالا. سيمبا فرح جدا هو ونالا لأن هما كانوا مفكرين مش هيشوفوا بعض تاني، ونالا كانت مفكرة مات أصلا. نالا حكت لسيمبا كل حاجة عملها سكار في أرض العزة وقد إيه هي اتدمرت وبقت خراب، واتحايلت عليه إن هو يرجع معاها لأن هو طالما عايش فهو أحق بالعرش ده من سكار. سيمبا رد عليها وهو زعلان، قال لها أنا ما أقدرش أرجع، أنا ما استحقش العرش ده، أنا ما استحقش أبقى ملك، لأن سيمبا كان بيفكر ومصدق إن هو قتل باباه، بس ده مش حقيقي. وهي ردت عليه إن هو يستحق، مفيش حد غيره يستحق العرش ده. سيمبا أخد نالا عشان يوريها الأماكن الجديدة اللي بيحب يروحها في الغابة اللي هو ساكن فيها. سيمبا أنا فاهمة أنت ليه بتحبها، هي فعلا جميلة، بس ده مش بيتك يا سيمبا، أنت هربان من مستقبلك في أرض العزة، أنت الملك. نالا قالت الكلمتين دول ومشيت وسابته. في الليلة دي سيمبا معرفش ينام من التفكير، كان بيفكر في كل كلمة قالتها له نالا. وفجأة سمع دوشة كده حواليه فبص لفوق فلقى القرد رفيقي وقال له تعالى معايا أنا عارف باباك فين. سيمبا فضل يجري وراه وهو مش مصدق، معقولة بابايا ممكن يكون عايش؟ أخده عند بحيرة صافية وخلاه يبص فيها. سيمبا بص فيها زي المراية، ده مش بابا، بص كويس، أبوك عايش جواك. فجأة سيمبا سمع صوت باباه وهو بيقول له سيمبا انت لازم تاخد دورك في دورة الحياة، انت ابني، انت الملك، تذكر. بعدين اختفت صورة موفاسا اللي كانت في المية واختفى رفيقي. تاني يوم سيمبا قرر انه هيرجع ارضه وهياخد عرشه. رجع سيمبا ارض العزة وسكار لما شافه اتخض لان هو فكره موفاسا، ولما عرف ان هو سيمبا قرب منه علشان يقتله زي ما عمل مع موفاسا قبل كده. وكانت خناقة جامدة جدا، بس اللي كسب فيها كان سيمبا. المرة دي هو اللي زق سكار من فوق الصخرة واخد بطار باباه. في الوقت ده سكار استنجد بالضباع عشان تنقذه، بس نالا واصحابها زقوهم ووقعوهم علشان النصر يتحقق لسيمبا.
وبكده عندنا ملك جديد وهو سيمبا. تيمون وبومبا ومامته وكل اللي حواليه كانوا مبسوطين بيه وفخورين بيه. وفي يوم من الأيام اتجمعت الطيور والحيوانات تاني عند صخرة العزة. وفي اليوم ده القرد رفيقي كان محضر لنا مفاجأة غير متوقعة. الأميرة الجديدة بنت سيمبا ونالا نورت أرض العزة، وعملوا نفس الطقوس اللي عملوها قبل كده مع سيمبا. في اللحظة دي سيمبا بص للسما وافتكر باباه، وكلم القمر وكلم السما وقال له سأتذكر. وهللت الحيوانات وتوتة توتة خلصت الحدوتة. اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. سلام.